نحن خرجنا يوم أمس باتفاق حول ضرورة تقديم طلب سحب ثقة ثم إتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية. أنا من أسبوع أطالب عبد العزيز جباري باعتباره حمل المذكرة الخاصة بالاستجواب بأنه لا يجوز سحب ثقة بدون تقديم طلب، وترجيت 1000 مرة، لكن عبد العزيز جباري يريد أن يكون أمام القنوات الفضائية بطل، عبد العزيز جباري يريد أن يكون داخل المجلس بطل. أنا ترجيته بل وسلمت عبد الرحمن منصور سكرتيري أن يذهب إلى الأعضاء يوقعوا على الطلب، لم يصنع شيئا. الرجل يريد مجد على حساب المؤتمر، على حساب الإصلاح، يشتمون في كل مكان على حساب مجلس النواب، على حساب هذا البلد. أنا أقول لعبد العزيز جباري أنا لن أصوت ولا غير الصوت، لأن على مزاج عبد العزيز جباري في دستور أقسمنا على احترامه، وفي لائحة أقسمنا على احترامه. لا يجوز سحب ثقة بدون طلب سحب ثقة. لا يجوز لرئيس مجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة إلا بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس، عندها نصوت. فأنا أرجو أن لا يجرنا عبد العزيز جباري إلى حيث يريد أن يصنع من نفسه بطل. عيب، هذه إجراءات دستورية وإجراءات قانونية مش ملك لأحد. وأقول لعبد العزيز جباري أن المجلس هذا مش لعبة ولا ضحكة، ولا يمكن أن نتحول إلى مسخرة مع عبد العزيز جباري استعار عضلات أمام الآخرين. أنا اليوم أرجو من الإخوة المتحمسين وأنا واحد منهم أن نصيغ الطلب وأن نوقع عليه وأن نقدمه لرئيس المجلس بحيث يحدد موعد لسحب الثقة وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية. وشكرا. في إطار